يا جماعة نحن موجودين في سهل الروج في ريف إدلب، وهاي المساحة اللي شايفينها قدامي ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي الفستق السوداني أو فستق العبيد، احنا معروف عنه فستق، فما شاء الله تبارك الرحمن يعني ينزرع بكميات جيدة عندنا في سهل الروج. ولكن إذا وجدت المياه راح يكون الزراعة تتغير 90%. يعني راح الناس تزرع إذا كان فستق عبيد ولا فول الصويا ولا ذرة ولا دوار الشمس قطن شوندر، يعني بس إن وجدت المياه إن وجدت الحياة. فما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا نحن المنظر. وطبعا هذا المزارع المر. فعمرك جد عمرك يا جمعة؟ 53 سنة. عمره 53 سنة وما شاء الله لساته عم يشتغل بالأرض وعم يسقي، وها ما شاء الله يعني مبين عليه لساته شاب. إن شاء الله نلقى حنجوزه إن شاء الله الثانية. شلون شايفين لي وضع الزراعة جمعة؟ الخضار ينعش القلب ويرجع الواحد اخيوله ورا. بين ما يكون عمره 53 انا احس حالي عمري بس بال 25 27 سنه من وراء الزراعه الخضار ينعش القلب. طيب سؤال يا جمعة. جمعة أبو رامي، ليش ما تركت الزراعة؟ لأنه عم يقولون الزراعة متعبة، والتحقت بالعسكرية مثل ما يقولون أو بالعسكرة. يا اخي بي شعب بده ياكل، بي ناس بدها تاكل بدها تعيش. ايوه يعني ناس العسكرة ما بدها خضار، ناس تحمل وطن وناس تشتغل بالارض. زاد العسكرة بدها اخيو ناس يقدموا لهم اخيو خضار، بدهم يقدموا لهم اكل، بدهم يقدموا لهم. والشعب بده اكل، بده زراعة، بدون زراعة زاد ما يمشي الحال. يا سيدي الله يعطيك العافية ما شاء الله، يعني شغلك مرتب مريح، مساوي حمالات الحمد لله ومي عم تسقي على مهلها. الفضل لله تعالى. الله يرزقك ابو رامي، وان شاء الله تشوف على وجه الخير. وهذا الفيديو من سهل الروج في ريف.